السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، ازيكم وحشتونا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. النهاردة معانا فيديو جديد لحمام بختم الشركة الفرنسية من الكويت. الفيديو أرسله لي صديقي محمد الدوي من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك أخوك محمد الدواي أبو يوسف من الكويت. طبعا في توثيق بالعقود، في عقود وفي تصوير له وهو بيشتري الحمام من الكويت. اتكلمنا معاه في كل حاجة وسألناه في كل حاجة. هو الموجود عنده متاح حاليا للبيع. طبعا احنا بنتكلم هنا عن المصريين بالأخص وإخواتنا في الدول العربية عموما. اللي عايز حاجة هيكلمه. هو متاح عنده 12 جوز أبيض وأبرق. محمد دواي. هذه هي خلصنا وياهم. ثانك يو. اوكي ثانك يو سير. ايوه عندنا في مصر في ناس لسه بتشوفنا طبعا لأول مرة. معلش هنفهمهم برضو اللي هم ما كانوش معانا قبل كده ايه الفرق بين الحمام بتاعنا اللي هو ب 400 و500 و600. الناس اللي دي ما تعرفش اسعار الحمام اللي بختم الشركه. حمام بختم الشركه الفرنسيه غالي يا جماعه، وشحنه كمان غالي عشان يجي من الكويت، فلازم تكون فاهم الكلام ده قبل ما تتكلم فيه وتحاول ان انت تشتريه. مع الناس اللي هي معانا لسه جديده، يعني ايه حمام بختم الشركه الفرنسيه؟ يعني حمام جاي من فرنسا، من الشركه نفسها في فرنسا، مش منتج في اي دوله تانية غير فرنسا. الشركه نفسها الام هي اللي انتجته، فهي بتروح مميزه منتجها بختم لها هي. صعب ان هو يتقلد، وصعب ان انت تفكه تركبه في حمامه تانية. كل الحاجات دي اتكلمنا فيها مع اخونا ابو يوسف ومحمد الداوي من الكويت. يعني مش اي حد يركب الختم ده، لا مش اي حد يركب الختم ده. الختم ده اللي هو تحت الجناح، بالاخص بنتكلم عن الختم اللي هو تحت الجناح. فيه ختمين، ده اللي اتكلمنا معاه مع ابو يوسف. هو الحمام كله في العلامه والختم، عشان نكون ايه مفرقين ما بين العلامه والختمه، بس هم بيقولوا ختمين لكن هي علامه عشان نميز. يعني علامه اللي هي بره الشاره اللي بره دي، والختم اللي هو غاطس تحت ريش او ريش الجناح يعني. بالنسبه للسعر، احنا سالناه على سعر الحمام هو بيبيع بكام. حمام بختم الشركه الفرنسيه قال ان هو بيبيع ب 120 دينار في الكويت. طبعا الكلام ده هسيبه لكم برضه هنا في المحادثه، هتشوف انا حاولت معاه قد ايه لحد ما وصلنا للمصريين ب 100 دينار. طبعا 100 دينار دي قال لي ان هو لو هياخد كميه، يعني كل واحد بقى ربنا يعينكم. وانا عايزكم بقى تجيبوا الحمام ده كله، انا عايز مصر كلها تتملي بالحمام بختم الشركه الفرنسيه يا جماعه. مش عايز الحمامه دي تكون حكره على حد. طبعا هي غاليه، 120 دينار زائد مصاريف شحن لسه لحد ما توصل مطار القاهره، حوالي بنقول ايه 3000 جنيه. 3000 جنيه في الظروف العاديه. احيانا شركه الشحن بتعمل عرض القص ب 1500 بدل 3000، فمش عارفين هيكون ازاي دلوقتي. لكن هو السعر العادي للشحن بيكون 3000 جنيه للقص. يا رب يكون في العرض ده موجود، وان شاء الله يكون في ناس تاخد ال 12 قص كلهم عشان يتعمل لنا خصم كويس ان شاء الله. طيب ال 120 دينار يعملهم لو قلنا في 160 جنيه الدينار، هو ممكن اكتر يعني لو بره هيكون اكتر اكيد، لكن هنقول ب 160. 160 في 120 يبقى 19200 جنيه. 19200 جنيه ضيف عليهم 3000 هيبقوا 22200 جنيه. وغير ان انت هتجيبهم لسه هيتشحن لك الحمام من القاهرة، او انت هتروح تستلمه من مطار القاهرة، او هتستلمه حد من القاهرة بيبقى عنده الحمام انت هتروح حضرتك تستلمه من عنده، فبرضه هتتكلف شوية كمان، يعني هتزيد. يعني نقول ايه ممكن يقف عليك القص ب 23000 ولا حاجة. يا رب ان شاء الله يكون في العرض بتاع اللي هو الشحن يكون برضو اوفر شوية. العرض اللي هو بتاع 1500 جنيه ان شاء الله يكون موجود. ابو يوسف سمح لنا للمصريين ب 100 دينار بس بشرط يكون كمية، وان شاء الله ناخد الكمية كلها باذن الله المصريين يجيبوها. مش عايزة تخرج بره مصر يا جماعة. الراجل ده عارض الحمام كله ومعاه العقود. هسيب لك دلوقتي صورة العقود باسمه، وفيهم عقد ب 12 جوز. اللي احنا كنا فاهمينه ان الشركة ما بتباعش اقل عدد، كنا بنقوله احنا معلومة خاطئة كنا فاهمينها غلط، او حد كان مفهمها لنا غلط، ان هو اقل كمية للاستيراد من الشركة اللي هي كانت 50 جوز، وبعدين قالوا لنا اقل كمية 100 جوز. لا، طلع ان هو اكد لنا ابو يوسف ان هو الاخ محمد الداوي اكد لنا انه ممكن انك تشتري
اي عدد، وتاخد برضو الفاتوره، فاتوره البيع باي عدد. حتى لو هتشتري جوز واحد هيعطيك برضو فاتوره البيع باسمك، زي ما هو سايب لنا دلوقتي هنا فاتوره ب 12 جوز، هو جايبهم 12 جوز هتشوفها هنا. احنا بنتاسف للناس اللي قلنا لهم قبل كده اقل عدد للاستيراد اللي هو 50 جوز و100 جوز والكلام ده. طبعا احنا كملنا المعلومات دي كلها مكالمه تليفونيه بيننا وبينه، لان طبعا الكتابه بتاخد وقت كبير، فبقيه المعلومات كلها جات لنا بمكالمه تليفونيه، وان هو بعت لنا الصور والفيديوهات اللي هسيبها لك دلوقتي هنا، واسيبكم مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ مصطفى، إن شاء الله تكون بخير إن شاء الله وصحة وسلامة. هذا تصوير خاص لك، هذه أختام الشركة. طبعا الشركة لها عدة ألوان، نفس الشيء مجرد لون، ما يفرق أزرق أصفر أخضر أبيض، ما يفرق ولا شيء. يعني الشركة عندها أختام ما يفرق وياهم. هذا ختم الأصفر، هذا الختم الوردي، هذا الختم الأزرق، ما يفرق وياك. هذول إنتاجهم مالت السنة، يعني الأشهر اللي طافن هذه لهم ما شاء الله تبارك الله. شوف العظم جوا، وهذا ميزة فيهم، ميزة هذه ميزة فيهم. هذا الجيل الجديد، هذا آخر التطورات تبع الشركة الفرنسية، هذه آخر التطورات الشركة الفرنسية. هو فيه جينات قبل قديمة، فكان موضحها مدير المبيعات بالفيديو بالانستغرام عندي، فهذه آخر جينات وتوصلوا لها، هذه آخر الجينات. ما شاء الله تبارك الله. هذه طبعا على طلبي أنا أحط لها حجلين. هذا الحجل اللي عليه يوروفيجن وعليه رقم، هذا عليه رقم واضح. هذا الحجل الأصلي، وهذا مسكني، وهذا الحجل الأصلي فوق الأصلي، هذا مكتوب عليه يوروفيجن، هذا مكتوب عليه يوروفيجن. وهذا الختم الثاني، هذا الختم الثاني. هذا على حسب طلبي أنا حط ختمين، هم يحطوا ختم هذا أو ختمين ما في مشكلة، فأنا طلبت ختمين. فرقية بسيطة، ولكن كهواية مني أنا بس، يعني اهتمام مني. هذه جميع ألوان أختام. في ختم أبيض سألت الشركة عنه، قال قديم، ما يعني صار له يمكن 8 سنوات أو تقريبا 9 سنوات، خلاص بطلوا يجيبوه. مصطفى تعال، ايه عطني اول شيء حمام، جيب واحد حمام. هذا نفس الاختام بعد. هناك حاط لي الختم بجهة والحجل بجهة، هنا حط لي اياه بنفس المكان. انا طلبت منه ختمين فحط لي اياه بنفس الجناح. هذا رقم، وهذا امسك هذا، وهذا الختم الأصلي، هذا مكتوب يوروفيجن، هذا الختم الأصلي. خل عطيك. طبعا كل دفعة، الدفعة اللي قبلها كان ختم يمين ختم يسار، الدفعة الثالثة صار من نفس الجهة،
حطهم لي نفس الجهة. هذولا هذه أولادهم، هذا أولادهم اللي هم شهر 3 وشهر 4 اللي طاف، يعني أعمارهم ما يغالب تقريبا 6 شهور إلى 7 شهور، يعني فيهم كم حبة 6 شهور، والأغلب 7 شهور منتجين. هذا فرخ، هذا زغلول. هذول كلهم أعمارهم صغيرة جدا، يعني نفس بيعة الشركة يبيعوا على 7 شهور 8 شهور، هذول الحين تقريبا 6 شهور 7 شهور. هذول الثانيين، هذول نفس الشيء، هذا ختم يمين وختم يسار، يمكن واضح من غير ما نمسكهم. هذا يبين الختم، الخضار يبين تقريبا خفيف، يعني ختمين يمين وشمال. هذا مجرد طريقة الفرز شيخ مصطفى، أنا حطيت هني وحطيت هني عشان يلحق عليهم، فجيت على طول حطم البيض وقلت خلاص خليهم ما في مشكلة، فتركتهم بمكانهم ما عندي مشكلة فيهم. وبالنسبة للاحم الأحمر موجود، ولكن إن شاء الله بعدين نصوره، لسه واصل، خليه يريح شوي وإن شاء الله. فهذه المحاصير. السلام عليكم سيد مصطفى، شلونك؟ طيب إن شاء الله. هذا لنا ألوان الشركة الأصلية اللي هي جريد مود، راح أوضح لكم إن شاء الله بالفيديو. الأختام هذه مجرد ألوان من الشركة، كل الألوان هذه موجودة بالشركة كلهم، إضافة على لون أبيض، ولكن مو اللون الأبيض ما خلاص ما عاد يحطونه أبيض. هذول أختام الشركة. شيخ مصطفى هذول أولادهم، وهذول طبعا طريقة الفرز عشوائية. هذول بعضهم هني وخليتهم، وهذول بعضهم هني وخليتهم، ولا المفروض يكونون في غرفة واحدة عشان استفيد من المحاصيل هذه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وهذول أولادهم بعد، هذا لا، هذول أولادهم، مجرد فرز تقريبا، يعني اختيار. وفي بالخانات فين علينا اختام. مصطفى جيب واحد هذا، ايوه ايه هذا، اي واحد، ايه ماكو مشكله. هذا اللي شرح الختم، جيب اي واحد جيب. شوف هذا ختم الشركه، هذا ختم الشركه الاصلي. امسك كذي، امسك كذي، امسك كذي، امسك، ايوه، هذا ختم الشركه الاصلي. شوف هذا الاصلي، شوف هذا الاصلي، هذا الرقم. في ناس حاطين ارقام، حاطين ختومات وهذا، ولكن هذا الاصلي. شوف طريقه الخط، شوف طريقه تركيب الشركه. هذا رقم، وهني مكتوب عليه، وهني مكتوب عليه، ما ادري هو واضح عندكم ولا لا، ولكن مكتوب عليه. هذا ختم. في ختم ثاني، في ختم ثاني. تعال مصطفى، تعال مصطفى مني، تعال. في اختام ثانية،
عطني هذه المسطرة، عطني. شوف طريقة الشركة. طبعا أنا أول واحد اللي حطيت ختمين، ما حد يحط ختمين. هذا الختمين هنا. شوف أنا اللي حطيت ختمين، هناك حطوا لي طريقة وهذه حطوا لي طريقة. شوف هذا هو، شوف شوف وهذا الرقم ماله. شوف هذا ختم، هناك حاطينه نفس الجناح، هني حاطين لي واحد شمال واحد يمين، هني حاطين لي نفس الجناح، هني نفس الجناح، هني واحد يمين واحد يسار، هني نفس الجناح، هني نفس الجناح. ما شاء الله تبارك الله، يعني على قد الايد، بس ممكن تكون ايدي صغيرة ما ادري ولا كبيرة، بس على قد الايد ما شاء الله تبارك الله.